الدنيا تدوم لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك عبد أكرم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله هو الذي تفرد بالبقاء وكتب على الخلق الفناء. كلنا صائرون إلى هذا المصير، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنها لمصيبة، والمصائب تريد الصبر، وبالصبر ينال الإنسان الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلينا أن نصبر ونحتسب، فالعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراغك يا مصطفى لمحزونون. الموت نقاد على كفه جواهر يختار منها الجياد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يعجل بخياركم. فمصطفى رحمه الله سبحانه وتعالى محبة الناس له دليل على أنه حب من حب الله سبحانه وتعالى. تسمع الناس يبكون ويصرخون على فقده هذا، وإنه ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى. والله كريم، نسأله أن يتقبله قبولا حسنا، وأن يجعله في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يجعله في ستر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم وسع مدخله ووسع قبره ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت، وأبدل سيئاته حسنات، واجعل سيئاته وزده بالحسنات إحسانا، وأبدل سيئاته عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجبر الكسر وتلزم الصبر وتجعل البركة في الباغين من أهله وذريته وأبنائه وأصحابه وأصدقائه، إنك نعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة جدير، وعلى كل شيء قدير. فقدنا عظيم في مصطفى، ولكن الصبر عظيم عند الله. المصاب أليم والصبر عظيم، فلنصبر ولنحتسب ولنرجى من الله سبحانه وتعالى لفقيدنا الرحمة والغفران، وأن ينزل على قبره شعابيب الرحمة وشعابيب الغفران، وأن يجعله آمنا مطمئنا في قبره إن شاء الله. نسأله أن يثبته بالقول الثابت، وأن يلقنه حجته، وأن يجعله في الفردوس الأعلى إن شاء الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة جدير، وعلى كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لجميع الموتى في هذه المقابر. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم آمنين في صدر مخضود يا رب العالمين. نقرأ سورة الإخلاص، ونبدأ ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة. ونختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله كريم لا يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل واحد يقرأ بسره. بسم الله الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وهبنا ثواب ما قرناه لروحه. اللهم تقبل يا رب العالمين. اللهم امين. آمين. دقيقة